المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الارتيان سهلها بالعناوين. الدراج ملكياس مأكلي يتوج بطلا لبطولة ارتيال الدراجات الهوائية. معرض صور يوثق المجازر التي تعرض لها الشعب الإرتري بمدينة كرن. لقاء تشاوري لتعزيز الالتزام بالأنشطة التجارية القانونية بمديرية قنداع. إيران وأمريكا تكثفان الهجمات وتهددان بالتصعيد. الصين وروسيا تجريان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان. والولايات المتحدة واليابان تجري تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية. أهلا بكم. اختتم الاتحاد العام للدراجات الهوائية اليوم الأحد 28 من يونيو منافسات النسخة السادسة عشر من بطولة ارتيال الدراجات الهوائية 2026 بإقامة سباق الطريق في العاصمة أسمرة، والذي شهد تتويج الدراج ملكياس مأكلي بطلا لبطولة ارتريا. وأقيم سباق الطريق لفئتي النخبة وتحت 23 عاما معا لمسافة 183.6 كيلومترا، حيث نجح دراج أكاديمية فريق إنيوس جريناديرز الإنجليزي ملكياس مأكلي في حسم السباق بعد أن أنهى المسافة بزمن بلغ 4 ساعات و16 دقيقة و29 ثانية، وذلك بمعدل 41.9 كيلومترا في الساعة الواحدة. وجاء فوز ملكياس بعد هجوم انفرادي حاسم شنه قبل حوالي 30 كيلومترا من خط النهاية، وتمكن من التتويج بلقب بطولة ارتيال لعام 2026. واحتل دراج فريق أستانا هينوك من البرهان المركز الثاني بفارق دقيقتين و23 ثانية عن الفائز، فيما جاء دراج فريق موفيستار ناتنائيل تصفاسين في المركز الثالث. كما حقق ملكياس مأكل إنجازا مزدوجا بعد ما توج أيضا بلقب فئة تحت 23 عاما، محققا الثنائية في البطولة. وجاء دراجا فريق دندن نفتاليم إفريم وناتان تسفالم في المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن هذه الفئة. وفي منافسات فئة الناشئين أحرز دراج فريق دندن يوناتان تيدروس المركز الأول، فيما حال زميله يوبيد إفريم في المركز الثاني، وجاء ويليام زرئيت من فريق أسبيكو في المركز الثالث. وكان منافسات فئة السيدات قد أقيمت في 25 من يونيو، حيث توجت متسابقة فريق الإقليم الجنوبي سوزانا في الساحية بلقب بطولة ارتيال 2026. واختتمت البطولة بتوزيع الميداليات والجوائز المالية على أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات. احتضنت مدينة كرن يومي 27 و28 من يونيو معرضا للصور يوثق جانبا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة الاستعمارية الأثيوبية بحق الشعب الإرتري، ويبرز حجم التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الوطن في سبيل الحرية والاستقلال. وضم المعرض الذي نظمته شرطة إرتريا بمناسبة يوم الشهداء 20 من يونيو مجموعة من الصور والوثائق المستخرجة من أرشيف العدو، والتي توثق الجرائم التي شهدتها مدينة كرن خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وقد أقيم المعرض في المواقع التي شهدت تلك الأحداث في خطوة تحمل دلالات وطنية عميقة وتسهم في ترسيخ الذاكرة التاريخية لدى الأجيال. وأكد قائد شرطة إقليم عنسبة العقيد لبسو تسامكائيل أن المعرض يقدم شواهد موثقة على جانب من الانتهاكات الوحشية التي تعرض لها الشعب الإرتري، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذه الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال الصاعدة يمثل واجبا وطنيا يعزز الوعي بتاريخ النضال وقيمة الاستقلال. كما قدم عدد من الناجين وشهود العيان شهادات حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مؤكدين أن سياسة القمع والتنكيل التي انتهجها العدو لم تفلح في كسر إرادة الشعب الإرتري، بل زادت من تماسكه والتفافه حول ثورته. وعرب عدد من الشباب عن تقديرهم للمعرض، مؤكدين أنه أتاح لهم الاطلاع بصورة مباشرة على وقائع كانوا يعرفونها من خلال الروايات التاريخية.
ويذكر أن هذا المعرض سبق أن أقيم في العاصمة أسمر قبل انتقاله إلى مدينة كرن التي شهدت ما بين عامي 1964 و 1976 واحدة من أبشع ممارسات الاحتلال الإثيوبي، حيث عمد إلى عرض جثامين المناضلين الإريتريين في الساحات العامة في محاولة لترهيب السكان وإخماد روح المقاومة. خرجت مدرسة محابار الفنية 243 طالبا وطالبة بعد دراسة نظرية وتطبيقية لعامين. قال مدير المدرسة الأستاذ سفازجي أبرهة أن الخريجين يتوزعون على التخصصات التالية: 24 في الميكانيكا، و23 في البناء، و25 في الكهرباء، و23 في الإلكترونيات، و24 في المجاري، و24 أيضا في النجارة. من جانبه أوضح مسؤول متابعة جودة التعليم في وزارة التعليم السيد معشو قبرة تنسائي أن وجود قوى عاملة متحضرة يلعب دورا جوهريا في النمو الاقتصادي للبلاد، وذكر الخريجين بالمساهمة في برامج التنمية مع العمل على تطوير مهاراتهم المهنية. وتسلم الخريجون المتفوقون الجوائز من رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخات سامكيل ومسؤولون آخرون. خرجت مدرسة محابار الفنية التي بدأت نشاطها عام 1997 مع مجموعه 5321 طالب وطالبة في 25 دفعة وفي مجالات دراسية متنوعة. وعلم بأن 5 مدارس فنية ومدرسة زراعية أخرى وللموسيقى تشرف عليها وزارة التعليم ستخرج ما مجموعه 730 طالب بينهم 295 طالبة هذا العام. عقد لقاء تشاوري في مديرية جندع مع أصحاب المرافق الخدمية ومقدمي الخدمات لمناقشة أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والاستخدام الصحيح لتراخيص مزاولة الأعمال. وخلال اللقاء أوضحت مسؤولة فرع التجارة بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة مسعود حمد أن التزام التجار باللوائح المنظمة للتجارة يحميهم من العقوبات والخسائر، مؤكدة أن عدم تجديد رخصة النشاط أو مزاولة التجارة دون ترخيص أو ممارسة نشاط غير مرخص به يعد مخالفا للقانون ويستوجب المساءلة القانونية. من جانبه شدد مسؤول فرع الصناعة السيد داويد إمباي على ضرورة التزام المؤسسات المنتجة لمواد البناء بالإجراءات القانونية، داعيا المخابز إلى توفير منتجات ذات جودة عالية وفق المعايير المطلوبة. كما أكد أن مكتب القانون والنظام بالتنسيق مع إدارة المديرية سيواصل تنفيذ عمليات المتابعة والرقابة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفي ختام اللقاء طالب المشاركون بتشديد الرقابة على أسعار السلع الاستهلاكية وضمان التزام التجار بالإجراءات القانونية في تجارة الجملة والتجزئة، والحفاظ على نظافة البيئة إلى جانب العمل على توفير المواد الخام للمخابز بصورة منتظمة بما يضمن الاستمرارية الإنتاجية. وكانت مسؤولة فرع التجارة بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة مسعودة حمد قد عقدت لقاء مماثلا مع أصحاب المرافق الخدمية في بلدة قحتيلاي. أوضح الدكتور مانئيل قبرة تنسائي من مستشفى كرن أن قلة النوم يضعف قدرة الشخص على مقاومة الأمراض، وقال إن قلة النوم أو كثرته قد يكونان سببا في الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة مثل السكري وأمراض القلب والأمراض المتعلقة بالجهاز التناسلي والسمنة والتوتر، ولأنه يرتبط أيضا بصحة الدماغ يكون له تأثير كبير على الإنتاجية. وحول الفوائد الذهنية والجسدية للنوم ذكر أنه يحسن الذاكرة والتركيز ويعزز الإبداع والتعلم ويرمم الخلايا التالفة ويوازن الهرمونات في الدم وينظم صحة القلب والدورة الدموية ويحافظ على قوام الجسم، وذلك بأن عدد ساعات النوم المناسبة ليلا يختلف باختلاف العمر، مضيفا أن من تجاوز 20 عاما يحتاجون إلى ما بين 7 و9 ساعات، ومن تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما يحتاجون إلى ما بين 8 و10 ساعات، والطلاب يحتاجون إلى ما بين 9 و12 ساعة، بينما يحتاج الأطفال والرضع إلى أكثر من 12 ساعة. تخصيص وقت محدد للنوم والاستيقاظ وممارسة التمارين خفيفة قبل النوم وتجنب الشاشات والابتعاد من الأطعمة والمشروبات المنبهة هي بعض العادات التي يمكن أن تساعدك على التمتع بنوم هانئ.
وأوضح بوجود علاقة بين قلة النوم والمكيفات، مضيفا أن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أو الأرق هم أكثر عرضة للإصابة بالإدمان، في حين يعاني المعتادون على المكيفات من قلة النوم. وقال إن النوم عملية حيوية تتألف من 4 مراحل. المرحلة الأولى هي النوم الانتقالي الذي ينشط الدماغ، والثانية هي النوم الخفيف الذي يحسن الذاكرة، والثالثة هي النوم العميق الذي يعزز صحتنا الجسدية ومقاومتنا للأمراض، والرابعة هي المرحلة التي تحافظ على الصحة النفسية والذهنية العامة. استشهد المناضل جيتوم نجاش يوم 27 من يونيو 2026 عن عمر ناهز 74 عاما إثر معاناته مع المرض. وانضم الفقيد إلى صفوف قوات التحرير الشعبية الإريترية في يناير 1973، وأسهم خلال سنوات الكفاح التحرري في خدمة الوطن ضمن القوات المقاتلة وفي الجهاز الطبي المركزي للجبهة. وبعد الاستقلال واصل مسيرته الوطنية من خلال عمله في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، حيث تقلد مسؤوليات متعددة عرف خلالها بإخلاصه وتفانيه في خدمة الشعب والوطن. وكان الفقيد متزوجا وأبا ل3 أبناء. وأقيمت مراسم دفن الشهيد اليوم 28 من يونيو 2026 في مقبرة الشهداء بأسمرة. وإذ تعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها لرحيل المناضل جيتوم نجاش، وتتقدم بخالص التعازي لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين بعد وقت قصير من تهديد الرئيس دونالد ترامب بالقضاء على القيادة الإيرانية إذا لم تلتزم بالاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب. وقال الجيش الأمريكي في وقت سابق إنه شن هجوما جديدا على إيران بعد ساعات من استهداف ناقلة النفط في مضيق هرمز، أهم ممر مائي لنقل الطاقة في العالم. بينما قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته البحرية والجوية شنت عمليات مشتركة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين ردا على أحدث الضربات الأمريكية على إيران. ونقلت قناة بيرس تيفي الحكومية عن الحرس الثوري قوله في بيان إن الضربات الأمريكية انتهكت وقف إطلاق النار، وإنها ستؤدي لوقف كامل لجميع العمليات الدبلوماسية. وأضاف البيان أن القواعد الأمريكية في المنطقة سترى جحيما في الأيام المقبلة. وأكد مسؤول أمريكي الهجمات على منشآت أمريكية وقال إن الوضع لا يزال يتطور، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الأمريكيين أو آثار كبيرة في المواقع الأمريكية بالشرق الأوسط في هذا الوقت. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات الجوية الصينية أجرت دورية مشتركة مع نظيراتها الروسية في المجال الجوي فوق بحر اليابان وبحر شرق الصين وغرب المحيط الهادي. وأكدت الوزارة أن الجانبين أظهرا عزمهما وقدرتهما على صون السلام والاستقرار الإقليميين، إلا أنها لم تقدم أي تفاصيل مثل عدد وأنواع الطائرات المشاركة في الدورية. وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن أكثر من 10 طائرات عسكرية صينية وروسية دخلت لفترة وجيزة منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية. وأوضح الجيش أنه أرسل طائراته المقاتلة ردا على ذلك، لكنه أشار إلى أن الطائرات لم تنتهك المجال الجوي للبلاد. وهذه هي المرة 11 التي تجري فيها الصين وروسيا دورية جوية مشتركة، وقد أجريتا أول دورية جوية مشتركة لهما في شهر يوليو عام 2019. بدورهما أجرت القوات الأمريكية واليابانية مناورات مشتركة بالذخيرة الحية في جزيرة كيشو بجنوب اليابان، وذلك ضمن مناورات التنين الحازم، وهو التدريب الثنائي السنوي الذي يجمعهما. وشارك في المناورات نحو 90 عنصرا من المشاة البحرية الأمريكية إلى جانب 300 فرد من قوات الدفاع اليابانية، حيث تضمنت التدريبات استعراضا للدبابات والطائرات المسيرة المخصصة للاستطلاع، وكذلك المركبات المدرعة، إضافة إلى تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية وتدريبات ميدانية على العمليات القتالية المشتركة. وتأتي هذه التدريبات في إطار جهود واشنطن وطوكيو لتعزيز قدرتهما المشتركة في الدفاع عن الجزر ورفع مستوى التنسيق والاستجابة للسيناريوهات الأمنية المختلفة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
في ظل استمرار التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. لقي 25 شخصا مصرعهم في حادثي تحطم طائرتين منفصلتين في السعودية وفرنسا وفق ما أعلنته السلطات في البلدين. ففي السعودية أعلنت وزارة الطاقة أن 14 شخصا لقوا حتفهم إثر تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس النور على الساحل الشرقي للمملكة، مؤكدة أن جميع من كانوا على متنها قضوا في الحادث. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث. وفي فرنسا أعلنت السلطات في بلدة تومبلين شمال الشرقي البلاد مصر 11 شخصا إثر تحطم طائرة تابعة لمدرسة لتعليم القفز بالمظلات بينهم الطيار و10 ركاب، نصفهم من المتدربين والنصف الآخر من المدربين. وذكرت السلطات أن الطائرة تعرضت على ما يبدو لعطل قبل سقوطها في منطقة سكنية قرب مركز تجاري، فيما توجه وزير الداخلية الفرنسي إلى موقع الحادث لمتابعة التحقيقات. ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أهم ما جاء فيها. الدراج ملكياس مأكلي يتوج بطلا لبطولة ارتيل الدراجات الهوائية. معرض صور يوثق المجازر التي تعرض لها الشعب الإرثي بمدينة كرن. لقاء تشاوري لتعزيز الالتزام بالأنشطة التجارية القانونية بمدينة قندع. إيران وأمريكا تكثفان الهجمات وتهددان بالتصعيد. الصين وروسيا تجريان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان. والولايات المتحدة واليابان تجري تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية. سادتي السيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. هذه تحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.